السلام عليكم. اليوم غنشارك معكم الكوتي ديالي اللي حضرت فيه بطبوط معمر بحشوة اقتصادية. غنحتاجو فيها فلفلة خضراء وحمراء مقطعين، ممكن تستعملوا اي فلافل عندكم. هنا احتاجيت 3 الحبات الفلفلة، احتاجيت البصلة وقزبر المعدنوس، العطرية عندي فيها الكمون، قزبر يابس، خرقوم بلدي، سكينجبير، الملح، تحميرة او بابريكا. وباش نعطيوها البنة غادي نضيفو ضويمة ديال البنة كيف يمكن لكم تستغناو عليها. غادي ندوزو باش نوجدو هاد الحشوة ديالنا. غناخدو البصلة اللي شلضناها رقيق، وغادي نضيفو عليها القزبر المعدنوس والثومة اللي حكيناها. غادي نديرو هاد الشحر في مقلاة فيها شوية ديال الزيت، نبقاو نخلطو في هاد الخليط حتى تدبل عندنا البصلة شوية، ونضيفو عليها الفلافل ديالنا. غنبقاو مستمرين في التحراك حتى تدبال شي شويه البصله عفوا الفلافل، وغادي نضيفو عليهم العطريه ديالنا كما كتشوفوا. حنا ضفنا العطريه ثم ضامت البنه كيف ما يمكن لكم تستغناو عليها. اللي ما تيبغيهاش يديرهاش، بما اننا ما نستعملنا لا كفته لا دجاج لا لحوم، قلنا نسمو بهاديك الضويمه. نبقاو مستمرين في التحراك ديال هاد الحشوه ديالنا. هنا غادي نضيف قليل من الزيتون ومعلقه ديال الهريسه، اللي ما تيبغيش الحار ما يستعملهاش. وغادي نضيف شويه ديال القزبر والمعدنوس باش ما يتحرقش عندنا القزبر المعدنوس، يبقى عندنا في الاخير اللون ديالو اخضر. غادي نطفيو على الحشوه ونخليوها تبرد وندوزو للعجين. في العجين ديالنا غادي نحتاجو نصف كيلو ديال الفورص، ونصف كيلو ديال القمح سبيسيال، ضفت عليها معلقه كبيره ديال خميره الخبز، شويه د الملحه، معلقه السنيده، وغادي نعجن العجين ديالي. غادي نعجنو العجين ديالنا شويه يكون ما قاصح ما مرخوف، وندلكوه مزيان. هاد العجين ديال البطبوط كيبغي يدليك، ندلكوه مزيان. من بعد ما عجناه غادي نخليوه يرتاح عندنا على الاقل نصف ساعه. هنا من يرتاح غادي ناخدو قليل من الزيت، وغادي نكورو به هادوك الكويرات الصغار. كما كتشوفوا غادي نبدا ندير الكويرات ديال العجين ديالي ونخليهم يرتاحوا، ونبدا نعمر في هذوك الخبيزات او القريصات اللي عندي بهذيك الحشوه اللي بردات عندنا. كما غادي تشوفوا غادي نقرص الخبيزات او القريصات واحد شويه، ونعمرها بالحشوه ديالنا ونجمعها ونخليها ترتاح، ونبقى مستمره بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي.
هنا عاودت معكم وحده اخرى كيف ما كتشوفوا كنجمعوهم الجوانب بهذه الطريقه وكنلولبوه مزيان باش الحشوه ما تخرجش لينا وحنا تنقرصوهم كما كتشوفوا نسدو مزيان. من بعد ما عمرنا البطبوط ديالنا وخليناه يرتاح غادي نبداو نطيبو فيه. هنا قرصنا الخبزات او البطيبيطات ديالنا وبدينا نطيبو فيهم، كنديروهم يطيبو على الجهه الاولى. اون فوا كيبدا تنبل لينا الوجه كنقلبوه على الجهه الاخرى، ندهنوه بشويه ديال الزيت كنبقاو مستمرين حتى نطيبوا الكميه كامله. هذا هو الشكل ديال البطبوط ديالنا من الداخل. نتمنى هذا البطبوط يعجبكم وندوز باش نوجد معكم الكيكه اللي حضرت حتى هي اقتصاديه. غنحتاجو في المقادير لهاد الكيكه عندنا 4 الكؤوس ديال الدقيق الفورس نوع ممتاز، 3 الخمارات، 4 البيضات، كاس لاروب زيت، كاس لاروب سنيدة، كاس حليب، ياغورت طبيعي، قبيصة الملحة وشوية الفاني. هنا خديت بول ودرت فيها البيض ديالي وضفت عليه شوية الملحة والفاني وطربته مزيان حتى بدا يطلع عندي، وبديت كنضيف في السكر سنيدة بشوية بشوية حتى كيطلع عندي الخليط ويتضاعف الحجم ديالو على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. من بعد ما خلطناه بالسنيده غادي نبداو نضيفو الزيت وحنا كنخلطو كما غادي يبان لكم. نبداو نضيفو ونخلطو غادي نضيف كأس حليب، غنضيف دانون او ياغورت بنكهة الفاني. من بعد ما خلطنا المكونات ديالنا غادي نضيفو الدقيق، نبقاو نضيفو بشويه بشويه مع التحراك، وغادي نضيفو في هذا الوقت اللي ضفنا فيه الدقيق رحنا غربلنا معاه خمارات وضفناه. باقي عندنا القليل من الدقيق، غادي نشوف القوام ديال الكيك ديالي الا كان هو هذاك غادي نحبس، الا كان خاصو شويه الدقيق هنا ضفت قليل من الدقيق. نقصت واحد 2 معالق حتى ل3 ديال الخليط قبل ما نضيف الدقيق اللي غادي نضيف عليه واحد المعلقه ديال الكاكاو وغادي نخلطو مزيان. غرضنا بهذا الخليط نزينو به الكيك. اما الكيك غادي نضيف عليه الدقيق ونخلط مزيان. هنا وجدت مول ودهنته بالزبده والدقيق، غادي نهز الخليط للفوق ونبدا نخوي فيه. في المول ديالنا قد ما ترفعي اليد ديالك باش تخوي هذاك الكيك باش كيعطيك نتيجه مزيانه ويجي الكيك ديالك مرتفع. هنا زينت بهذاك الخليط ديال الشوكولا او الكيك اللي فيه الكاكاو، غادي نزينو بهذا الشكل، ندير به خطوط ونضيف كميه اخرى من الخليط الابيض ثم نزين بالخليط الاسود. غرضنا بهذه الطريقه باش كتجي من الكيك ملي كنقطعوها عندها واحد الشكل زوين بهذوك الخطوط
اللي درنا بالكاكاو تجي واحد الشكل زوين. كيف ما يمكن لكم تستغناو على هاد الشي اللي درناه وتخليوها عادية. غادي ندخلو الفران على درجة حرارة 180 درجة. الفران سخناه من قبل، النار تكون من التحت حتى كيطيب عندنا الخليط او الكيك ديالنا. عاد كنشعلو عليه من الفوق باش يدهب. ها هي الكيك ديالنا خرجناها من الفران، كتجي على هذا الشكل. غادي نحيدوها من المول. هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي خفيفة. غادي نقطع معكم واحد طريف باش تشوفوا الشكل ديالها بهذاك الخليط اللي ضفناه في الوسط ديال الكاكاو. كتجي هكا الكيكة هشيشة. نتمنى الوصفات اللي شاركنا معكم يعجبوكم وتجربوهم. شكرا على المشاهدة، وإلى وصفة أخرى إن شاء الله.